يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. فيديو بقى النهارده، فيديو جديد وروتين جديد كده نتشجع مع بعض بيه. فيلا بقى كده قومي شغلي الفيديو بتاعي وقومي يلا خلصي اللي وراكي وانجزي اللي وراكي كده. بس ما تنسيش بقى تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو عجبك فيديو النهارده تحطي لي لايك وتشتركي في القناه. اول حاجه كده عملناها ايه؟ عملت لهم كده عصير مانجا. هما عندي الولاد بيحبوا عصير المانجا جدا، فعملت لهم بقى كده عصير مانجا. كان محمد في الدرس فعملت لخالد وروان وريتال. وايه بقى ايه، قلت لهم بقى اقعدوا بقى اشربوا كده العصير قدام الست لولو بتاعتكم. ودخلت بقى انا على المطبخ، كان على الساعه 10 الصبح كده بعد ما فطروا يعني. كان عندي بقى كده شويه مواعين من امبارح بالليل ما كنتش غسلتهم، وبقى ايه فطرنا وكده. فبقى ايه اتكوموا في ثانيه، وزي ما قلت لكم او زي ما بقول لكم المواعين عندي فيها بركه زايده قوي قوي قوي. مش عارفه عندي انا بس ولا عند الكل، بس اكيد عند الكل يعني. تعالوا بقى نتكلم عن موضوع الكل عاد بيفكر فيه في الوقت اللي احنا عنا عايشين فيه دوت، الا وهو ايه؟ التوفير. ازاي نوفر يا دينا؟ كلمينا عن التوفير يا دينا، بما انك يعني ايه عامله نفسك توفري وعامله نفسك ناصحه وشاطره وانا خيبه ونيله عليا خالص. المهم يعني ايه اصلا فكره التوفير؟ التوفير ده يا جماعه مش معناه ان هو حرمان او بخل. ده مفهوم خاطئ. يعني الناس بتفكر ان انا لما ابدا اوفر او ابدا احوش او ابدا اعمل اي حاجه من الراتب اللي داخل لي، سواء اسبوعي او شهري او كل 10 ايام، ان انا ايه بستخسر في نفسي، ان انا ست بخيله عليا وعلى اولادي وعلى بيتي. ده مفهوم خاطئ طبعا، مش عند الكل بس في معظم الناس فاهماه كده. بس ده طبعا ده بالعكس. انا بشوف الست اللي بتعرف توفر من الراتب بتاعها ايا كان ايه، مش شرط يكون راتب كبير وداخل لي قد كده عشان اقدر اوفر منه، لا. انا ممكن يدخل لي لو هتوفري جنيه في اليوم، جنيه في اليوم، بما انك تعرفتي توفري جنيه هتعرفي توفري اكتر من الجنيه بعد كده. ولما نمشي على كده ولادنا هيطلعوا زينا. يعني انا امي ربنا يا رب يديها الصحه كانت بتعمل كده من غير ما تقول لنا ده انا بعمل وبسوي، لا احنا كنا بنشوفها هي بتعمل ايه وطلعنا زيها. يعني دوت في نفس الوقت هيفيدك ويفيد ولادك بعدين في المستقبل، وهيطلعوا ولادك يدعوا لك زي ما انا بدعي لامي ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه وطولة العمر يا رب. طب يلا بقى يا دينا انت صدعتينا، واحكي لنا بقى يعني ايه هو التوفير. حلوه بقى دي. المهم التوفير يا جماعه هو اننا نستخدم الفلوس او الحاجات اللي معانا بحكمه، ونصرفها في حاجات اساسيه وحاجات ضروريه وحاجات مهمه، مش عمال على بطال بنشتري. حد هيقول لي يا دينا ارحمينا، بقى احنا اصلا عارفين نشتري حاجات اساسيه ولا ضروريه في وسط الغلط ده؟ احنا بنشتري الحاجات يومنا بيومنا. فهماكي وحاسه بيكي وعارفاكي لاني انا زيك بالظبط. بس برضو هرجع واقول لك تاني، لازم توفري، لازم توفري، لا اما في اليوم، لا اما في الاسبوع، لا اما في الشهر، لا اما تعملي جمعيه مع واحده جارتك، لا اما تعملي مع اختك، لا اما تعمليها مع نفسك. ما انت لازم تزنقي نفسك عشان تعرفي توفري، لان دوت هيريحك قدام. معنى ان احنا نأمن نفسنا او انا اكون عاينه قرش كده على ناحيه بعيد عن مصاريف البيت والدروس بقى والاكل والشرب واللبس والهم اللي احنا فيه دوت، لا لازم تعملي كده. زي ما قلت لك دوت تأمين لنفسك، لا قدر الله حصل لك حاجه فجأة، يبقى انت عارفه ان انت عاينه حاجه هتجيبيها، مش هتمدي ايدك على حد. لان في الزمن اللي احنا عنا فيه دوت الحوجه عادت وحشه جدا، انك انت تقولي لحد اديني كانك بتجيبي. انا بالنسبه لي انا هتكلم عن بالنسبه لي انا بس، لما انا بروح اطلب اقول لحد اديني جنيه ويا ربنا يا رب ما يحوجني لحد، يعني بتكون صعبه عليا قوي، لان انا مش متعوده على كده وما اتربيتش على كده. مع ان مش عيب ان الواحد لما يتحوج يروح يقول لفلان او لعلان او حد صاحبه قريب منه، ايا كان اللي هيطلب منه مين، مش عيب. بس انا بقولك مش عند كل الناس. انا عن نفسي انا استحاله اعمل كده، ولو عملت كده بكون للضروره القصوى ومش بطلبها من اي حد. فمعنى كلامي انك انت لما توفري من دخل بسيط يدخل لك، هتعرفي انك تامني، مش هقولك بقى تامني مستقبل ولادك وتعملي، مع انك لو قدرتي تعملي كده تعملي مستقبل لاولادك من الراتب اللي بيخش لك، رغم الغلا اللي احنا عايشين فيه ورغم الدروس والاكل والشرب واللبس والخ بقى وحاجات كتير انا مش عايزه اقعد ارغي فيها. بس يعني انا اعرف ناس كان دخلها بسيط جدا وامنت لاولادها مستقبلها، ولحد دلوقتي ولادها بيدعوا لها. بس دوت مش هقول لك مطلوب منك او ضروري عليكي، لا، الضروري عليكي انك انت تعرفي توفري
اللي زنقه الله اعلم، انت ممكن تتعبي فجاه، حد من ولادك يتعب فجاه، حد جوزك يتعب فجاه مثلا، جاي عليكي ظرف طارئ فجاه ايا كان هو ايه الظرف. فلازم تكوني عاينه قرش على ناحيه كده، تعرفي وقت الحوجه او وقت الزنقه او وقت اي حاجه مريتي بيها، تبداي تطلعي القرش ده وما تقولوش لحد يديني. فاهميني؟ ده اللي انا اقصده، ان انت لما توفري. طب حد بقى هيقول لي يا دينا طب احنا نوفر ازاي؟ انا الراتب بتاعي داخل لي بسيط جدا، ويدوبك حتى مش مكفيني لا اكل ولا شرب ولا دروس والى اخره من التفاصيل دي. هقولك برضو حوشي، هقولك برضو وفري. مش بقولك روحي عيني نص المرتب اللي داخلك او عيني ربعه، لا يا ستي. بيدخلك مثلا في الشهر 5000 جنيه، انا عارفه ان هم مش يعملوا حاجه في وسط الغلا دوت، وايا كان عدد افراد اسرتك، فلو هتعيني منهم 500 جنيه، لو هتعيني منهم 200 جنيه، ازنقي نفسك. اتعلموا ازاي تزنقوا نفسكم. طب ازاي ازنق نفسي؟ ادخل نفسي في جمعيه غصب عني. بما انك دخلتي نفسك يبقى انت خلاص عدتي ملتزمه قدام الست اللي دخلتي معاها او الراجل اللي دخلتي معاه، ان مطلوب منك شهريا تدفعي له المبلغ اللي انت دخلتي بيه، ايا بقى كان 500 1000. طبعا انا هضرب لكم مثل بسيط، اقسم بالله العلي العظيم ما بكدب عليكم. روان بنتي اول ما خلفت روان كان عندها 4 شهور، فكنت عايزه ادخل في جمعيه، لان كان في هدف في دماغي كنت عايزه اعمله، واللهم لك الحمد عملته من سنتين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، وده طبعا فضل ومنه من ربنا. فانا قلت بقى لجوزي ايه، قلت له بص الولاد لسه صغيرين، وانا بقول للناس اللي هم اولادها لسه صغيرين يستغلوا الوقت ده. في ناس بقى بتستغله ازاي؟ ان هي بقى فسح وخروجات، ده لو انت معاكي ومقتدره اعملي، مش هقولك ما تعمليش. اما بالنسبه للناس اللي هي محدوده الدخل والدخل بتاعها بسيط، اخرجي وتفسحي وعيشي بس على قدك، مش لازم تصرفي اللي معاكي كله. المهم ارجع اقول لكم انا عملت ايه بقى. وانا بطبخ الفاصوليا ومليت الكرنب، طبعا كل واضح قدامكم، بس خلينا اتكلم معاكم باستفاضه في الموضوع دوت بما اني اتسالت عليه او كتير بيسالوني عليه. فالمهم انا عملت ايه بقى. فانا بقول لجوزي، قلت له بص الولاد لسه صغيرين، ولو مش عرفنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها وهم صغيرين مش هنعرف نعمل حاجه قدام. وده فعلا لو مش عملتي وولادك صغيرين. بصوا بقى هنا الانبوبه كانت خلصت، فقلت بقى ايه ما اغيرها. فكيت دي وانا بقى بركبها قرفتني شويه، بس الحمد لله ركبتها وكده يعني. نرجع لموضوعنا. فبقول لجوزي ايه، لو ما عملناش واحنا ولادنا صغيرين مش هنعرف نعمل حاجه وهم كبار. ودي حقيقه. انا دلوقتي محمد ابني في سنه 3 ابتدائي، وروان رايحه سنه اولى ابتدائي، اقسم بالله بيطلع شهري دروس بس 1050 جنيه دروس بس. طبعا مهتمه بالدروس وبدي دروس غاليه وعند مدرسين وكده وكده وكده. انا عارفه ان في ناس اغلى وفي ناس اقل، على حسب كل واحد في المكان اللي هو عايش فيه، وعلى حسب انت بتودي ولادك فين. فاقصد كلامي ايه، او انا عملت ايه بقى. زنقت نفسي. كان جوزي وقتها بيقبض يعني 4000 جنيه، 4000 جنيه و200، والله العظيم دخلت منهم ب 2000 جنيه جمعيه. شفت، انا المفروض ما اقولكوش كده، المفروض انا ما اقولش التفاصيل دي اللي هي الخاصه بيا، بس انا بقول لك لعل ان انا افيدك او انت تستفيدي لو انت سمعتيني او تعملي باللي انا هقوله لك. انا بقول لك دخلت كان دخلي 4200 4300، كنت دخلت ب 2000 يعتبر بنص مرتب جوزي، دخلت بيه جمعيه، ودخلت بيه جمعيه كبيره، يعني مش هتقعد سنه ولا 2، لا كانت هتقعد 4 سنين ونص، كنت هاخدها 100000 جنيه. وفعلا حصلت وخدت ال100,000 جنيه، واللهم لك الحمد عملت الهدف اللي كان نفسي اعمله، اللهم لك الحمد حققت منه شيء. بس الكلام دوت كان في 2019، يعني الكلام ده كان من حوالي 6 سنين. دلوقتي الجمعيات حلوه بس لو هتاخديها في الاول، اما انك انت تاخديها بعد 3 سنين سنتين لا، ما انصحكش بيها، مع اني انا بنصح بيها. يعني اقول لك اعمليها لو مش هتعرفي تحوشي غير بالطريقه دي، في الحاله دي اعمليها. اما لو هتعرفي تحوشي بعيدا عن انك تخشي جمعيه عشان تعرفي تلاقي فلوسك، خلاص هقول لك اعملي كده. اما الناس اللي ما بتعرفش تحوش وكل ما تحوش ترجع للفلوس تسحبها تاني وتصرفها تاني، يبقى خلاص ازنقي نفسك في جمعيه، وايا كان بقى اللي هتاخديها، ايا كان المده هتاخديها بعد ايه، وقت ما تيجي هتنفعك. تمام. فانا بقول للناس اللي ولادها لسه صغيرين استفيدوا، دي حاجه حلوه ليكم ان ولادكم لسه صغيرين تقدري تحوشي. مهما تقولي البامبرز غالي، مهما تقولي ده بياخد لبن بالشيء الفلاني، مش زي ما يكبروا ويروحوا دروس ويروحوا مدارس ويحتاجوا منك لبس ويحتاجوا منك حاجات. دلوقتي هم صغيرين ما بيطلعوش قوي، ممكن اقل اللبس يكفيهم وهم في البيت. انتوا فاهميني؟ دي انا بكلم الناس اللي هي اللي دخلها بسيط ومحدوده الدخل زي حالاتي.
واللهم لك الحمد برضو. وما تنسوش الصدقه يا جماعه، الصدقه اقسم بالله عليها عامل كبير جدا جدا جدا، فوق ما تتخيلوا وفوق ما تتصوروا. يعني انا في شهور كنت بطلع فيها صدقه، والله العظيم كان الشهر بيمشي معايا بطريقه عجيبه، في بركه ازاي مش عارفه. ولو جه عليا شهر وما طلعتش فيه صدقه احس ان انا مخنوقه والعمليه معايا مش مكفيه. فالصدقه عليها عامل كبير قوي، ما تستسهلوش بيها. طب بصي بقى، حد هيقول لي يا دينا دلوقتي انا ولادي كبروا ومش عارفه احوش او مش عارفه ان انا اعمل ايه؟ هقول لك حوشي، هقول لك هفضل اقول لك حوشي ووفري. لو الدخل لو بيخش لك في اليوم 100 جنيه عيني منهم 10 جنيه، في الشهر هتلاقيهم 300 جنيه. عرفتي تعيني اكتر من كده عيني، عرفتي توفري اكتر من كده وفري، لان دوت هيساعدك. وانت المستفاده ليكي ولنفسك ولولادك ولحياتك. وانا مش بقول لكم اضغطوا نفسكم وموتوا نفسكم عشان خاطر ولادكم، لا، ده أنا ما اقصدش كده نهائي. بس انا اقصد ان التوفير هيريحك في حاجات كتير انت هتمر بيها خلال حياتك. وكلنا بنمر بازمات وبنمر بابتلاءات، سواء ماديه سواء نفسيه سواء ايا كان بقى اللي احنا بنمر بيه. فالتوفير او القرش اللي انت هتعنيه على ناحيه او على جنب ده هيفيدك في اي حاجه انت هتمر بيها، ايا كان انت هتمر ايه بيه. وكل واحد بقى ايه وحسب ظروفه. اقسم بالله العلي العظيم كل كلمه قلتها في الفويس ده اني طالعه من قلبي وانا بعملها حرفيا، مش كلام كتب ولا كلام جايباه من على جوجل ولا كلام من اللي انتوا عارفينه دوت. حرفيا انا الحاجات اللي انا ذكرتها في الفويس ده، ممكن ما ذكرتش حاجات كتير تخص الاكل والشرب والبيت، بس انا اتكلمت في الحياه عموما. اما بقى بالنسبه للاكل والشرب ده مش هقدر اقول لك اعملي ايه، لان انا ممكن اقدر اقول لك اعملي حاجه وتكون انت مش بتحبيها ولادك مش بيحبوها مش بياكلوها. فانا مش هقدر اقول لك اعملي عدس اعملي فول، مع ان مش عيب العدس ولا الفول، ده حاجه جميله وانا بحبها وولادي بيحبوها. بس انا ما ذكرتكيش، مش ذكرتلك اقصد يعني انواع اكلات معينه، ده بقى يرجع لك انت في الاكل ده تعرفي توفري بطريقه ذكيه. الست الذكيه تعرف توفر. يعني طب انا هقول لكم على حاجه، عارفين انا اليوم اللي بعمل فيه فراخ او لحمه او اكله هم بيحبوها قوي يعني كده، تاني يوم بروح عامله لهم اكله، يعني اكله بسيطه، اكله نص ونص هم كده فيها، يعني مش اكلين فيها قوي بس اكله تكون موفره. يقوموا ايه يا ماما انت عننا، اقول لهم مش واكلين امبارح كذا، يروحوا ساكتين. فاهميني؟ انا بعمل كده مش معناه ان انا بكره ولادي في الاكل، لا، بس في حاجات كده ممكن تعمليها تكنيك كده معين تمشي الدنيا بيه، تمام. وكل بقى واحده اضرب ببيتها وبولادها وبجوزها وبالمسؤوليه اللي عليها. فانا لما بكلمكم من واقع انا جربته ولسه فيه وما زلت فيه ومتعايشه معاه وانا راضيه. وفي نفس الوقت لما تعملي كده اعملي بنفس راضيه، اعملي وانت حابه كده، مش وانت مجبوره او انت لازم تعملي كده عشان اقدر اعيشكم واقدر اعملكم، لا اطلاقا ما تعمليش كده. انا عارفه ان في ناس كتير مش هيعجبها كلامي وهتحس ان انا بافور او ببالغ، بس والله العظيم كل كلمه قلتها لكم انا بعملها. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه.